عمرك حسيتي انك لو كنت عرفتي حاجات معينة بدري شوية كان زمان حياتك اتغيرت 180 درجة؟ في نصايح بنسمعها مرور الكرام، بنفتكرها كلام تحفيزي وتشجيعي وخلاص، لكن بعد شوية وقت نكتشف انها كانت دروس غالية جدا. النهاردة هشارك معاكم 10 نصايح مؤثرة، كل واحدة فيها غيرت في حاجة في حياتي وندمت اني معرفتهاش بدري. اسمعيها بعقلك وقلبك، لأن يمكن تكون سبب في تغيير حاجة في حياتك. بس قبل ما نبدأ نصلي على النبي يا بنات في التعليقات، وما ننساش اللايك والاشتراك في القناة ومشاركة الفيديو مع أصحابكم عشان نقدر نفيد أكبر عدد ممكن. يلا بينا نبدأ. والنصيحة الأولى معانا: اعرفي كويس إن محدش هيهتم بيكي أكتر من نفسك. عمرك ما هتلاقي حد يفهمك زي نفسك ولا يحس بيكي زي ما انت هتحس بنفسك. طب ايه الحل؟ الحل انك تهتمي بنفسك، تهتمي براحتك النفسية، تهتمي بجسمك، تهتمي بعقلك، وبلاش تستني حد يطبطب عليكي او يبدأ التغيير مكانك. ابدأي بنفسك، لان الاهتمام بالنفس مش انانية، ده احترام لروحك ولذاتك. النصيحة التانية معانا يا بنات: مش لازم تشرحي لنفسك لكل الناس. اتعلمي انك مش مطالبة تبرري كل قرار او تصرف. اللي عايز يفهمك هيفهمك من غير أي كلام، واللي ناوي يسيء الظن بيكي مهما تعملي معاه مش هتقدري ترضيه. اختصري طاقتك لنفسك واللي يقدرها بجد. النصيحة التالتة: خدي بالك من طاقتك، لأن الطاقة زي البطارية، لو ضيعتيها مع الناس الغلط أو في الشكوى طول الوقت صدقيني هتتعبي جدا وبسرعة قوي. اختاري الحاجات اللي تديكي طاقة مش تسحبها منك. طب ايه هي الحاجات اللي ممكن تديني طاقة؟ زي الطبيعة والهدوء والصلاة والناس الإيجابيين، كل دول أجمل طاقة ممكن تلاقيها في الدنيا. والنصيحة بقى الرابعة معانا: مش كل الناس هتحبك، وده أمر طبيعي جدا. ودي من أكتر النصايح اللي اتعلمتها بصعوبة قوي. حتى لو كنتي أطيب إنسانة في الدنيا هيكون في ناس مش مرتاحين لك لأسباب تخصهم هما مش منك انتي. فعادي جدا، خديها ببساطة وكملي طريقك، لأن رضا الناس غاية لا تدرك مهما عملتي ومهما كنتي كويسة. النصيحة الخامسة معانا يا بنات: اتقبلي فكرة التأخير. بمعنى ايه؟ بمعنى مش كل حاجة أنا عايزاها ونفسي فيها لازم تحصل دلوقتي على طول، لازم تحصل حالا. لأ، لازم نصبر، لأن في حاجات بتتأخر عشان ربنا شايف إنها مش وقتها خالص، أو عشان انت لسه متستحقهاش دلوقتي. خلي عندك ثقة في ربنا، وإن في وقت ربنا محدده للحاجة دي عشان تحصل. واعرفي إن كل حاجة بتجيلك وقتها الصح، وقت ما انت تستحقيها. النصيحة رقم 6 معانا يا حلوين: اتعلمي تقولي لأ. أيوة، اتعلمي تقولي لأ. قولي لأ على حاجة مش عاجباكي، قولي لأ على حاجة انت مش مرتاحة فيها، لأن مش دايما الموافقة بتكون معناها انك طيبة، أوقات بتكون ضعف. قولي لأ لما تحسي ان الموقف مش مناسب أو الشخص بيستغل طيبتك. صدقيني هتحسي براحة داخلية كبيرة لما تحطي حدود واضحة جدا مع أي حد. النصيحة رقم 7 معانا: خدي بالك من الناس اللي حواليكي، لأن مش كل الناس نيتهم خير، ومش كل ابتسامة معناها حب. خلي قلبك طيب بس مش ساذج. اتعلمي تفرقي بين اللي فعلا بيحب لك الخير واللي بيمثل عشان مصلحته وعايز منك حاجة. النصيحة التامنة معانا يا بنات: اهتم بنفسك. في بنات هتقولي طب اهتم بنفسي ازاي؟ هقولك تهتم بنفسك ازاي. اعملي حاجة حلوة لنفسك، حتى لو الحاجة دي بسيطة جدا. طب زي ايه؟ ممكن مثلا تعملي كوباية نسكافيه وتشربيها في هدوء، كوباية قهوة، تجيبي لنفسك شوكولاتة، تجيبي لنفسك اي حاجة انتي بتحبيها، تعملي لنفسك اكلة بتحبيها، خروجة صغيرة.
أو تلبسي طقم حلو يحسسك بالثقة. اهتمي بنفسك علشانك انتي، مش عشان الناس. النصيحة رقم 9 معانا يا بنات: قربي من ربنا، عشان ربنا لما تقربي منه بصدق هتحسي بسكون وراحة عجيبة. كل حاجة كانت بتوجعك هتهدى، وكل خوف هيتحول لطمأنينة، لأن السكينة دي عمرك ما هتعرفي تشتريها أبدا لو انت معاكي كنوز الدنيا، بس ممكن توصلي لها لما تكوني قريبة من ربنا جدا. النصيحة العاشرة معانا والأخيرة: ما تسيبيش الظروف تغيرك، غيري نفسك الأول. الحياة عمرها ما هتنظبط من غير ما احنا نبدأ نتحرك. ابدأي بخطوة صغيرة وعادة جديدة مثلا، فكرة مختلفة، لأن السر مش في إن الدنيا تبقى سهلة، السر في إنك إزاي تكوني أقوى. وبكده تكون نصايحنا خلصت. النصايح دي يمكن شكلها بسيط، بس لو خدتيها بجد وبدأت تطبقيها حياتك هتتغير فعلا. افتكري دايما ان التغيير مش بيحصل في يوم واحد، انما بيبدأ بلحظة وقرار. وبكده هيكون الفيديو بتاعنا خلص. ولو عجبك الفيديو اعملي لايك وكومنت وصلي على النبي في التعليقات.